علشان الناس اللي متعرفش تطبيق باز ولا تعرف ارباح باز ولا تعرف ازاي اخد فلوس بالدولار اصلا، انا في الفيديو ده هشرح لك كل حاجه بالتفصيل، من اول المهام اللي بتعملها وازاي تخطاها، وكمان توثيق الحساب، ثم استلام الارباح سواء بالدولار او بالجنيه المصري. الموضوع سهل وبسيط. ايه هو تطبيق باز؟ تطبيق شبيه جدا للفيسبوك، في منشورات وفي جروبات وفي حاجات زي كده. هو عايز يشهر نفسه فقال للناس هتنزلوني بس هديكم مقابل مادي، وانا هشرح لك كل حاجه بالتفصيل. فخلينا نخش في الجزء العملي، وانا واحده واحده هقول لك كل حاجه لما نقف عندها. مبدئيا هتنزل التطبيق من الاب ستور لو انت ايفون، او من متجر جوجل بلاي لو انت اندرويد، اللي هو متجر جوجل بلاي اللي هو معروف، اللي هو ده متجر جوجل بلاي اللي هو ده اهو. تمام، هتنزله. او لو انت هواوي هتنزله من المتجر بتاع هواوي. بعد ما تعمل له تثبيت او تعمل له تنزيل، يعني هتدوس له على كلمه فتح، بيبدا يحمل معاك وبيظهر بالشكل ده كده بالظبط. هنستنى كده اهو، ظهر بالشكل ده. دوس على ده رمز دعوه وهكتب الكود ده الاول والاخير. تبدا تحط هنا الاسم الاول والاخير، وليكن انا محمد محفوظ، انت مصطفى محمد، انت منار سامي، منار عادل، اي حاجه تكتب هنا الاسم الاول والاخير. وبعد كده في الرقم هتحط هنا رقم موبايلك عادي جدا، وهنا كلمه المرور هتعمل باسورد. وبعد كده تدوس على انشاء حساب. بعد ما تدوس على انشاء حساب هيجي لك رساله على الرقم، وبعد كده خلاص هتفتح التطبيق بشكل سهل وبسيط جدا جدا، وهيقول لك مبروك لقد كسبت 60 نقطه. تعالى بقى اقول لك هنعمل ايه بعد كده. طبعا يا شباب هنا ده حسابي طبعا، والحساب ده عشان انا بشتغل عليه من فتره، او انا عامله من فتره، وطبعا عملت كذا فيديو على الحساب ده. فالحساب اصلا دلوقتي بقى حاجه ثانيه. يعني لو جينا كده ودوسنا على العلامه بتاعت النجمه دي، هتبص تلاقي ان انا الحساب بتاع المستوى ذهبي. انت بقى هتكون ايه؟ انت هتكون فضي. تمام، يعني في الاول خالص انت بتبدا ان انت واحده واحده بتعلى بالحساب بتاعك. هحاول اختصر معاك واخش كده على البروفايل الشخصي. هتلاقي هنا الحساب محمد محفوظ، والحساب موثق، وكمان اوريدي قبل كده دعيت اكتر من اشخاص، وعملت كل الحاجات اصلا اللي ممكن تتعمل في التطبيق، نظرا لاني كده كده قديم. فانا هشرح لك كل حاجه بالتفصيل، بس مش على الحساب ده، على حساب لسه جديد خالص. بصوا بقى، ده حساب يعتبر جديد خالص خالص، يعني حساب اصلا ما تمش الشغل عليه، او حاجات بسيطه جدا اللي تمت عليه، وانا اشرح لك بالتفصيل. الحساب هنا بيكون بيزي كده بالشكل ده، وبتحسه باللون الفضي. فهنرجع لورا كده واشرح لك بقى كل حاجه داخل الحساب. مبدئيا لو دوسنا على العلامه اللي فوق اللي هي كانت في الحساب الاولاني بتاعي الشخصي ذهبي، هتلاقي هنا ايه باللون اللي هو بيقول لك برونزي، لون برونزي. ما علينا، هنيجي هنا كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده، بيقول لي نقاطك اليوم 600 نقطه. ده علشان انا اشتغلت حاجات بسيطه جدا، واقول لك ازاي دلوقتي اشتغلها. هنا بيقول لك كيف تحصل على النقاط. فتح التطبيق، انك تفتح التطبيق، يعني مثلا هفتح التطبيق دلوقتي واوريك ازاي خدت النقاط. شارك وتفاعل ضمن المجتمعات او الجروبات، تابع وتواصل، تفاعل ضمن الغرف الصوتيه، ادعى اصدقائك. سيبك من ادعى اصدقائك واشرحها لك برده كده كده بالتفصيل، بس خلينا في اول حاجه. لو رجعنا هنا لورا كده، شايفين هنا العلامه دي؟ انا هرجع دلوقتي كده وهقفل التطبيق بالشكل ده. هقفل التطبيق وهرجع تاني احاول افتح التطبيق. ركز كده على النقاط اللي فوق، او ركز على العلامه الذهبي اللي فوق. ركز كده واحده واحده، شوف هيجيب لي ايه دلوقتي. استنى، بص كده في نقاط اهي، في نقاط اتحركت هنا، وده معناه انه اداني نقاط نتيجه بس اني قفلت التطبيق ورجعت فتحته. بعد كده يعني انا فتحت التطبيق خدت نقاط. بعد كده شارك وتفاعل ضمن المجتمعات. هنا الجروبات برضو تشارك من خلالها وتاخد نقاط. فالموضوع سهل وبسيط. تشارك في الجروبات ازاي؟ يعني معناها انك تعمل لايكات في الجروبات. لو جينا هنا كده عند الجروبات من تحت، وهبدا مثلا اللي هو شفت منشور زي كده، فاروح اعمل له لايك او اعمل له اعجبني بالشكل ده. هطلع ورا الاقي نفسي اخدت نقاط. وهنا برضو كذلك، انا طبعا تفاعلت كتير جدا جدا دلوقتي واخدت نقاط كتير، فممكن دلوقتي ما يدينيش نقاط. تمام، لان المفروض تتفاعل شويه وتصبر شويه، تتفاعل شويه وتصبر شويه. طيب ايه تاني حاجه اجمع منها؟ تاني حاجه تجمع منها برضو، هنخش على النجمه وهنشوف هنا. بص بيقول لك تابع وتواصل. تابع وتواصل دي كل ما تتابع حد بتاخد منه 25 نقطه. فالموضوع سهل جدا 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 جدا. انا مثلا اتابع وليكن مثلا الكابتن ده او الشخص ده، وهتابع برضو مثلا الست دي او البنت دي. تمام، انا كده تابعت شخصين، المفروض اخد 50 نقطه. تمام، طبعا هي النقط ممكن تتاخر حبتين، بس يعني حاجه بسيطه وعلى طول نقط بتجيلك. الموضوع سهل وبسيط جدا جدا بالنسبه لتجميع النقاط. امشي بس على اللي هو قايله لك. بيقول لك هنا مثلا تفاعل ضمن الغرف الصوتيه. خش غرفه صوتيه وحاول ان انت تتكلم، مثلا غرفه ينضم للغرفه دي. تمام، ولو مش حابب تتكلم خلاص افضل بس انت كده في الغرفه. ولو حابب تطلع اهو وتطلب التحدث. بعد كده بعد ما تطلب هيقول لك هيقبلوا الدعوه، وخلاص على كده. يعني هم كده هيقبلوا الدعوه بتاعتك. انا طلعت دلوقتي بس عشان التصوير. تمام، وهنا بقى طبعا في كذا حاجه تقدر تعملها لتجميع النقاط. يعني انا قلت لك كل حاجه تخص تجميع النقاط. ممكن بقى تخش جروبات وتبدا تنشر كام صوره، يعني مثلا في الجروبات دي تنشر صور مثلا دينيه، صور عاديه. دي كلها حاجات بتساعدك ان انت تجمع نقاط، وكل ما تشتغل على التطبيق اكتر كل ما بتجمع نقاط اكتر. طيب انا دلوقتي وصلت للمستوى الذهبي وعملت كل حاجه بقى وخلاص، قطعت شوط كبير في التطبيق. مش فاضلك بس غير ان انت تصور البطاقه وتبعتها لهم. ده لما توصل للمستوى اللي هو البرونزي، مش الذهبي عفوا. توصل للمستوى البرونزي تقدر توثق حسابك عادي من خلال انك بتصور بس بطاقتك وتبعتها لهم، وده شيء ما بيضركش خالص. انت تصوير البطاقه دي بيكون حاجه بتترفع على
على السيرفرات بتاعتهم، فما تقلقش، مش اشخاص بيشوفوا البطاقه وبيستخدموها والجو ده، فما تقلقش من النقطه دي. حسابك بيبقى متوثق زي ما انتم شايفين. هنا طبعا الحساب لسه متوثقش، بس الحساب بيبقى متوثق مجرد بس ما تعدي ليفل النقاط اللي هم عايزينه، وخلاص على كده يعني. بعديها بقى تقدر تستلم الارباح. طب ايه هي الارباح او ازاي استلمها؟ هندوس على البروفايل الشخصي وهندوس النقاط دي هتحولها لفلوس او لدولارات. يعني زي ما انتم شايفين انا معايا هنا $1.50. طبعا مجرد ما اكمل هنا العدد المطلوب